شفتوا المغرب؟ شفناها. شفتوا خد كاس العالم؟ شفناها. يا اتحاد يا كورة، يا اللي مسؤولين عن الرياضة في مصر، الوضع ايه؟ الوضع ايه دلوقتي؟ المغرب خلاص مش بتشرف، مش بتخش تشرف، لا. المغرب دلوقتي بتخش تنافس، وبتنافس بقوة، وبتاخد البطولة، ومش اي بطولة، ده كاس العالم. كاس العالم للناشئين، ومن 3 سنين رابع العالم. الدور قبل النهائي غلبوا الارجنتين و... وايطاليا. مش عارف مين تاني، عشان انا مش فاكر، عشان مش متابع، بس غلبوا منتخبات تقيلة. واحنا عايشين بخيبتنا، عايشين بخيبتنا قسما بالله. المغرب في سنين قليلة عملت اللي مصر والمسؤولين عن الرياضة في مصر ما عرفوش يعملوه في 100 سنة. الواحد يعني خلاص ما عارف يقول ايه تاني. احنا خلاص، احنا بعد اللي شفناه من منتخب المغرب والعظمة اللي بتقدمها المغرب في كرة القدم، احنا نقفل احسن. احنا نقفل، احنا عار. احنا عار قسما بالله. احنا بقينا عار. احنا فعلا ما عندناش لا كرة قدم، ولا عندنا رياضة، ولا عندنا منافسات، ولا عندنا اي حاجة. احنا عندنا تطبيل، نطبل لده ونعرض لده، ونعمل لده، ونفرم ده. ده اللي عندنا، ده اللي احنا فالحين فيه. انما يبقى عندنا منتخب اول ومنتخب تاني ومنتخب تالت زي المغرب، لا. احنا صعدنا كاس عالم، يقول لك احنا رايحين عشان رايحين نشرف، رايحين نشرف، بس رايحين ضيوف شرف. انما نعمل زي المغرب، مفيش منه، مفيش منه. احنا ما عندناش غيره. احنا اهم حاجه عندنا في بلدنا النادي الاهلي والاهلاويه بس، ولا منتخب مصر ولا اي حد تاني. اهم حاجه ان النص يبقى متدلع وجماهيره مبسوطه، وطز في اي حد تاني.